المالي. ازاي نحل المشكلة دي؟ يلا نعرف. اولا، توكل صح. مش بس تقول ربنا هيوسعها وتفضل قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اعقلها وتوكل. اربط نقطك الاول، خد الاسباب، وبعدين توكل. اخرج كل يوم، دور، اتعلم، اشتغل. مفيش حد بيتحرك بصدق ربنا بيرده خايب الرجا. ثانيا، قسم المرتب 3 أجزاء من أول يوم. 1. أساسيات اللي لازم يدفع. 2. ادخار، يعني تحوش فلوس حتى لو 10 جنيه. 3. طوارئ، ودي فلوس بتسيبها لو احتجتها لو حصل ظرف، وده ملوش علاقة بالادخار خالص. ثالثا، امشي بخطة وهدف وجدول. قول: الشهر ده هسدد 3000 وهحوش 500. خلال 3 شهور الدين ده هخلصه. خلال 6 شهور هيبقى عندي مبلغ احتياطي كذا. من غير هدف هتفضل تلف في نفس الحلقة. وأهم قاعدة: ادفع لنفسك الأول. يعني أول ما المرتب ينزل، الادخار والطوارئ بيتشالوا على جنب فورا. مش اللي هيفضل هيدخره، لأن مش هيفضل حاجة. رابعا، سجل أول بأول. اكتب كل حاجة في كشكول، اللي خلصته واللي ناقص واللي هتعمله الشهر الجاي. اللي بيتكتب بيتعمل، واللي مش بيتكتب بيتنسى. خامسا، تصدق. لازم تتصدق بجزء حتى لو بسيط جدا، لأن ده اللي بيبارك في المال وبينميه. ودلوقتي خليني أرشح لك كتاب لو قريته هيغير علاقتك بالفلوس خالص.